مليار يورو. هذا الرقم الخيالي هو اللي حققه المغرب كعائدات مباشرة من تنظيم كأس إفريقيا الأخير. ولكن هذا الشيء ماشي هو الأهم هو أن هذا النجاح هو مجرد تسخينات لما هو أكبر، مونديال 2030. كيفاش غيتحول المغرب بفضل الكرة لقوة اقتصادية حقيقية؟ وزير الصناعة والتجارة رياض مازور كشف باللي هذه التظاهرة جذبت مئات الآلاف من السياح وحركت قطاعات السياحة والنقل والخدمات، والأهم أنها خلقت عشرات الآلاف من فرص الشغل لشبابنا. الخبراء الاقتصاديين كيقولوا باللي الاستثمار كاين في السبيطارات والمطار والطرق، ماشي غير الكرة. هذا استثمار طويل الأمد غيستافد منه كاع المغاربة. الطموح المغربي ما عندوش حدود. الهدف دابا هو مضاعفة الناتج الداخلي الخام ل 260 مليار دولار. يعني بغينا نطلعوا متوسط دخل المواطن المغربي ل 13,000 درهم شهريا، ونرفعوا نسبة نمو الاقتصاد ل 8% سنويا. المونديال ماشي غير ماتشات، هو مسرع باش نوصلوا ل 26 مليون سائح، ونصنعوا 2 مليون سيارة، ونضمنوا سيادتنا الغذائية والطاقية. الخبير الاقتصادي محمد جدري كيأكد باللي الرابح الأكبر هو المواطن. تران فائق السرعة، طرق السيارة الجديدة والفنادق المصنفة، هادشي كله غيبقى ثروة للمغاربة حتى من مورا ما يسالي المونديال. هاد الإشعاع غيخلي كاع العالم يثق في المغرب كوجهة للاستثمار والعيش. المغرب كيتبدل، والمونديال هو الفرصة باش نبينوا للعالم شكون حنا. نتوما شنو بان لكم في هاد الأرقام؟ واش كتحسوا بلي بلادنا غادا في الطريق الصحيح؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وتابعوا أخبار اليوم تيفي باش تبقاو على اطلاع بكل ما هو جديد.